اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يلا نعمل كده صينيه سريعه جدا من دبابيس الفراخ. جبناها طبعا ونضفناها كويس وحطيناها في المحلول بتاعها، نزلنا عليها بملح وهننزل ببابريكا مدخنه، والبابريكا المدخنه بتدي الفراخ او اللحمه طعم حلو قوي قوي. وكمان هننزل بماجي فوريه، دي البابريكا المدخنه بيبقى لونها اغمق شويه من البابريكا العاديه. وهاتي شويه كده من الماجي الفوريه. عايزه اقول لكم على حاجه، أنا لما نزلت صينيه الفراخ دي في الصوره لقيت حد واخدها على التيك توك وعامل عليها فيديو وناسبها ليه. مش مشكله يعني، ما فيش اي مشاكل، عادي لو هو ده مريحه تمام. هنا بقى كده كمان هننزل بالفلفل الاسمر، ولو عندك بهارات فراخ حطي، او السبع بهارات حطي، على فكرة بتخلي الدبابيس طعمها حلو. فحطيت فلفل اسمر، وعندي بهارات فراخ هحط منها حبة. فانا طبعا دخلت كتبت لها ان صينية الفراخ دي مش بالبطاطس سادة. رشه كمان من التوم البودر ورشه من البصل البودر، وزي ما قلتلك ما ترتبطيش بالبهارات بتاعتي، اي بهارات عندك اشتغلي بيها. يلا بينا كده معلقه ونص من الصلصه. على فكره انا ما زعلتش ان هي اخدتها، بس زعلت ان هي بتاخد مجهود غيرها. انا بقى كده هنقلب كله طبعا في قلب بعضه وندخله كله كويس في قلب بعضه. اخر حاجه فاضل ربع كوبايه من الليمون او 3 ليمونات كبار، ورصيتهم في الصينيه ونزلت عليهم ببقيه الخلطه وابتديت اعصر الليمون بتاعي. والله يا جماعه هي المشكله ان انا اتفاجئت بيها وانا كده بقلب في التيك توك، لقيت المطبخ بتاعي والصينيه بتاعتي وفين عند حد تاني، وكمان ده مطبخ زيي. بس والله انا يعني انا تعبت. دي مجهود، انتي بتاخدي حاجه كده على الجاهز تنزليها عندك وانتي اكيد سعيده وفرحانه، وغيرك يضرب دماغه في الحيط. بس هي مش كده على فكره، ده تعب ومجهود. هنا بقى كده حطيت حبه ميه مطرح الخلطه ونزلت بيهم على الدبابيس بتاعتي. هتقولي الميه كتير، هقولك الدبابيس كبيره ومحتاجه ان هي تستوي. انا بحب اسوي من فوق الاول على البوتاجاز، وبعد كده ادخل في الشوايه اشوي. طبعا لما هاجي هشوي هدهن حتة صلصة بمعلقة عسل ابيض، هدهن وش الدبابيس وهدخلها الفرن. وهنا بقى كده ادي صينية الدبابيس بتاعتنا سخنة، بس بصراحة طعمها زي العسل، حاجة كده سكريات حلويات زيكم. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم. واديني قلت لكم هي الصينية دي اتسرقت، روحوا دوروا عليها كده على التيك توك وشوفوها، واقول لكم السلام عليكم.